حبايبي عاملين ايه النهارده بقى بمناسبة عيد ميلاد بنتي مريم؟ حبيت اعمل لها وافاجئها كده، بعمل لها تورتتين حلوين. طبعا اخواتها هيزعلوا فلازم اعمل تورته تانية. ايه رايكم في التورتتين الحلوين دول؟ يلا بينا نشوف المقادير. معانا هنا 250 جرام دقيق، يعني حوالي كوبايتين ونص دقيق، ومعانا كوباية ونص سكر واربع بيضات، معانا فانيليا ونشا وبيكنج باودر، ومعانا معلقة محسن جل. طبعا الدقيق اللي بنستخدمه دقيق للكيك والحلويات. معانا هنا كاكاو، وهنبدأ بقى بالمقادير بتاعتنا. احلى حاجة في وصفتنا النهاردة ان احنا هنعمل سبونج كيك اسفنجي بخطوة واحدة، يعني اسهل وانجح كيك هتشوفوه بنفسكم ومن غير ولا اي صعوبات، بدون بقى نفصل الصفار عن البياض، بدون بقى معلقة خل. بصوا، بدون بقى ان احنا نقعد نضرب البيض ونخليه عامل زي الكريمة كده تقيل وبعدين نحط صفار زي ما عملنا قبل كده. لا، جبتلكم النهاردة وصفة بجد معتمدة هتعتمديها بعد كده. انا عن نفسي مش هغير الوصفة دي تاني ابدا، الطريقة ناجحة 100%. بصوا كمان الفوران، يعني بصوا تحفة، هتنفش معاكي وهتبقى كبيرة وهشة، وهتقطعيها لأربع خمس طبقات. يعني بصي ممكن كمان تقسميها كيكتين. هنحط هنا كوباية مية وهنضرب بقى كل المكونات دي مع بعض. انا حطيت لكم المقادير في اول الفيديو عشان خاطر اللي يفوتوا حاجة او انا اكون مثلا بتكلم بسرعة فايه يعملها يثبتها عنده، يعملها سكرين ويمشي على الخطوات بالظبط. بصوا ما شاء الله الفوم عالي معانا جدا، وبخطوة واحدة بس يا جماعة هتعملي اسهل وانجح تورته وكيك اسفنجي ناجح جدا، مش تاخد منك اي وقت خالص. بص الفوم عمال يعلى معانا، ولو فضلت تضربي فيه هيملى الطبق للاخر. طبعا بتريحي المضرب وتشغليه، لان انت لو سبتيه كده طبعا هيتحرق، فانت لازم توقفي تريحيه من وقت للتاني. ايه رأيكم بقى؟ بصوا الفوم عمل معانا ايه، حلو جدا وبخطوة واحدة يا جماعة. اللي عجبني جدا ان هو بخطوة واحدة. يعني في الطبيعي في الاول لا، كنت بعمل بقى شغلانة عشان اعمل تورتايه، دي كانت شغلانة. بتغلفي بقى الصينية بتاعتك كده بورق زبدة من تحت، وبتغلفيه من الجناب عشان تاخد راحتها وتعلى معاكي براحتها، وتنزليه كده. بعد ما بتصبيه بتمشي كده بعصاية شيش طاووق او خلة بالشكل اللي انت شايفاه ده، بشكل دائري كده. الحركة دي يا جماعة هتخليه ناجح جدا زي ما انت شايفة. جيبي بقى كده على مصفى او على شبكة، جيش قالك اتصرفي، يعني هو المفروض على شبكة تورت، بس يعني ما عنديش دلوقتي فاحنا حطينا المصفى. بصوا ما شاء الله عالية جدا معاكم، وهتتقطع يجي 5 طبقات او 4 طبقات. يعني بصوا انا مشكلتي انا سيئة جدا، انا قطعتها زي انت ونسيت. حبيت بقى ان انا اعليها اكتر كمان، بس عملت نص الكمية المقادير حطيتها في عملتها كاكاو عشان خاطر احط طبقة كاكاو في النص، تبقى يعني طبقة وطبقة. وعايزة اقول لكم بقى بعد ما بتتقطع كده وتتحط بقى طبقة كاكاو وطبقة فانيليا بتبقى جامدة جدا في الشكل، في التقطيع في النهاية. بصوا ما شاء الله هشة جدا معانا، جميلة جدا. تقطعي بقى كده. برضو لو عندك منشار هيسهل معاكي جدا، اللي هو بتاع تقطيع التورت. ان شاء الله في التورت الجاية هكون جبته وعامل بيه. بصوا يا جماعة تبارك الله بجد. هنحط بقى في الاخر هنا كده طبقة كريمة، ننزل بقى كده طبقة فانيليا من الكيكة اللي هي الفانيليا، وفي كيكة شوكولاتة. هنا الكريمة يا جماعة ضربناها، حطيت الكريم شانتيه وحطيت عليه كيس كريم شانتيه شوكولاتة دريم وحبة لبن متلجين، وضربتهم لحد بقى معانا فوم كده تقيل بالشكل اللي انت شايفاه ده. حطي بقى كده وفريجي كده بالفريدة بتاعتك.
حابة بقى تحطي من جوه كمان فاكهة حطي، حابة تحطي من جوه سقي كده الطبقات بالسيرب برضو مفيش مشكلة خالص. هنسويها بقى كده بالشكل ده ونكمل بقية الطبقات على نفس الريتم. حطينا كده الطبقات كلها اهوت، هنغلف بقى الطبقة الخارجية، ويعني ما تحبكيهاش قوي ان هي لازم تبقى مفرودة جدا ومتساوية كده كده. لما نيجي نزينها مفيش اي حاجة هتبان، يعني انتي ما تتعبيش نفسك. ودي اسهل طريقة لعمل التورتة وكيك الاسفنج للمبتدئين. خدتش معانا وقت ولا جهد خالص، انت شايفه خدت معاكي وقت ولا جهد. ضربنا الدقيق على السكر على النشا على اللبن، قصدي على الميه، على الفانيليا، على البيكنج باودر حطينا والسكر ومحسن الجل، قلبناهم كده مع بعض بالمضرب، حطيناه في الفرن وضربنا الكريمه حطيناها وغلفنا اهو. خدتش اي وقت خالص ولا جهد ولا اي تعب، بجد طريقة حلوة قوي قوي. والطعم بقى مش عايزة اقول لكم خرافة. سيبك بقى من التورت بقى في المحلات بره، انا بصراحة روحت اتفرجت على التورت بره لقيتها غالية جدا ومش يعني مش متكلفة خالص زي ما انا بكلف التورت بتاعتي. يعني انا بكلف التورت بتاعتي ومش بتيجي بنفس الثمن بتاعت بره. بتاع بره بتبقى اغلى برضو. اقل تورتايه يا جماعه سالت عليها والله 350 و270، تورتايه صغنطوطه خالص مفيهاش اي حاجه. الشوكولاته بس لازم تبقى تجمد عن كده عشان خاطر الخطوط تبقى متساويه اكتر من كده. بس انتي زيني وابتكري كده براحتك الشكل اللي انتي عايزاه. هنعمل كده بالايه بالشوكولاته كده من الجناب، وبعد كده هنزين بالفاكهه. قسمناها كده، يعني دي كانت خطتي اصلا انا هعملها كده ايه جوانب. بس بعد كده قلت لا انا هفرد الفاكهه، انا كل مره بعملها بالاشكال دي فهعمل الفاكهه افردها واخليها زي بتاعه الشارع. فحطيت هنا بقى عملت بالكريمه كريم شانتيه الابيض، عملت بيه ورد كده بالشكل ده. فنيني انت بقى براحتك ابتكري، يعني انت ممكن تكوني مش في دماغك حاجه خالص زي كده وايه واللي يجي على بالك تعمليه وتطلع في الاخر ناجحه وجميله جدا، والطعم والشكل بيبقى خيال. واقتصادية جدا ومش مكلفة. حابة تعمليها ببيض اقل اعملي، بس زودي سنة مية، يعني لو شلتي بيضاية من الاربع بيضات حطي مكانها معلقتين مية. هنجيب بقى كده شرايح المانجا، طبعا بما ان احنا في موسم المانجا والمانجا موجودة فما يفيش تورتاية تبقى من غير مانجا في الصيف. بجد التورتاية بالمانجا بتدي طعم وشكل تاني خالص، يعني انا بفتقد جدا لما اكون بعمل تورته من غير المانجا. اما في الشتا بقى بتبقى احلى واحلى كمان لما بيبقى فيها كيوي وتفاح، قصدي كيوي وفراولة وموز، بيديها شكل تاني خالص. يعني انتوا هحط لكم الروابط بتاعت التورت بتاعتي قبل كده في صندوق الوصف، كانت شكلها جميل جدا برضو لان كان فيها كيوي وكان فيها فراولة، كانت مديها شكل بصراحة حلو. افردي بقى كده شرايح المانجا بالشكل اللي يعجبك، وبعد كده هنقطع التفاح برضو بطريقة جميلة. جايبين معانا برقوق وعنب، قطعنا كده شرايح المانجا بالشكل ده. هنجيب بقى التفاح ونقطعه كده شرايح. هنقطع بقى التفاح ونحطه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معلش الكاميرا كانت فصلت وانا مش واخده بالي، فاحنا قطعنا التفاح كده بالشكل الجميل اللي شايفينه ده الاصفر والاحمر. راجعوا الفيديو اللي انا عملته قبل كده هسيبهولكوا في صندوق الوصف التورته،
وكان في زي نقطع التفاح بالشكل الجميل ده، وحطينا العنب وحطينا البرقوق. وهنا بقى عملنا ورد كده في الجناب، حطينا بقى على كل وردية كده كريسبي شوكولاتة، اديتها شكل بصراحة جميل جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده انتهينا من اول تورتايه. التورتايه التانية بقى هنعملها مع بعض، هنزينها سوا، بس انا مش عملتها معاكم لاني مرضتش اطول عليكم الفيديو. هي نفس المقادير، نفس كل حاجة، نفس التغليفة من جوه. فبصوا حلوة جدا تبارك الله، جامدة جدا. دي بقى التورتايه التانية يا جماعة، بصوا حلوة ازاي. دي بقى تورتايه الشوكولاتة، وانا من عشاق الشوكولاتة، وكل عشاق الشوكولاتة يحضروا هنا يا جماعة ويعلقولي ويقولولي ان هم من عشاق الشوكولاتة واني تورته عجبتهم. دي بقى التورتايه التانية، احنا بقى غلفناها من جوه بالكريمة، من بره بقى هنبطنها كده بالشوكولاتة. الجيش قالك اتصرف، هو الكريمة ما كفتش بصراحة، المفروض انت تغلف من بره برضو بالكريمة زي التانية بالظبط، بس ايه هتطلع زي العسل. غلفناها كده من بره بالشوكولاتة. مرضيش اطول عليكم الفيديو زي ما قلتلكم، واعمل بقى السبونج واغلف كريمة، لا اي نفس الخطوات نفس كل حاجة، بس عملنا اتنين يعني. قسمنا مقادير، عملنا نص كيكة بيضة ونص كيكة شوكولاتة. حطينا الشوكولاتة كده غلفناها من برا بالشكل الجميل ده. وبرضو الجيش قالك اتصرفي، جبت كرتونة كده كانت عندي، حطيتها، حطيت عليها تورتايه كده عشان تبقى عالية معايا وانا اعرف الفها. اقعدي بقى بطني كده الشوكولاتة بالشكل ده. سيبي بقى الشوكولاتة كده من الجناب، وتسيبيها تجمد شوية في التلاجة قبل ما تزينيها، عشان خاطر الجو حر جدا، ولو حطيتش اي حاجة الدنيا هتبوظ معاكي. بس الشوكولاتة سايحة جدا، جو بصراحة نار يعني. الجو في المطبخ يا جماعة الواحد بيعمل الله يكون في عوننا بصراحة على الأمهات. عملنا بقى كده شكل زجزاج، قعدت افنن كده. بعد كده قلت لا افننها خليها ايه بالجناب احسن. ساعتها شوية في التلاجة. بعد كده حطيت صوابع الشوكولاتة دي كده من الجنب، جبنا كده صوابع الشوكولاتة وقعدنا ايه نلفها كده داير ما يدور بالشكل ده. حد يقول لي طب انت ما كملتش الكريمه ليه؟ اقول له انت شايف الجو عامل ازاي؟ كريمه سيحت، دخلتها الفريزر وقلت احط صوابع الشوكولاته مع ما تجمد شويه. بصراحه الجو بصراحه ما يساعدش على اي حاجه، عايز ايس كريمات وحاجه ساقعه وعصاير وبس. عملنا كده بقى الايه التورته بتاعتنا. لو لسه مكمله معايا اشتراك ولايك يساعدني، اشتراك ولايك منك شجعيني، نفسي القناة تكبر بيكو قوي قوي، وكل واحد نفسه حاجة يا رب يحققها له. هنا بقى نكمل بقى الكريمة، الحمد لله ربنا نطحها بالسلامة وجمدت شوية. هنخليها كده ايه نص الزجزاج والنص كده ورد بالشكل الجميل ده. عملنا ورد كده بقى داير ما يدور برضو على التورتيه كلها بتاعتنا. بعد كده نقسمها بقى مربعات بحيث ان بقى تبقى خانات، يعني نحط فيها الشوكولاتات بتاعتنا. بصوا نعملها خانات كده. قسمناها خانات بقى بالشكل ده، اسميها بالشكل اللي انت عايز تعمليها نصين، عايز تعمليها مربعات، عايز تعمليها بالشكل اللي انت عايزاه اعمليه.
هنجيب بقى كده الكريسبي بتاعنا الابيض، نحطه كده. بتبقي بقى جايبه ايه، شوكولاتات مولتو، كابري، اوريو، مورو. انا جايبه كل الكلام دوت افرح الولاد. حاطين بقى كده في كل خانه شكل، يعني فنيني وابداعي كده زي ما انت عايزه افرحي ولادك. هي بصراحه يعني بسيطه جدا وسهله، لو جبتيها من بره مش هتبقى فيها ربع التكلفه اللي انت حطاها، وهتبقى اغلى طاق 3. فانتي اعمليها، جربي اعمليها في البيت، بتبقى حاجة جميلة جدا لما تبقي عاملة كده حاجة في البيت لوحدك، فرح بيها اولادك، وبتبقى ليها طعم تاني خالص بصراحة. بالمرة نقطع على الناس ولا جيتوا هيت؟ لا طبعا، يعني ربنا يكرمهم وكل واحد ليه رزقه. حطينا كده ايه الجيلي اللي عامل زي المارشميلو، حطينا كده بقى الكور بتاعتنا الشوكولات، نرصها كده بالشكل الجميل ده. وبعد كده نجيب نوع تاني من الشوكولاتة بسكريم، نحطها برضو كده في خانة بالشكل ده. وبدعي بقى ممكن تحطي نصها كريمة نصها شوكولاتة، تخليها كلها شوكولاتات. يعني بصوا الشكل الجميع بجد جميل جدا. مورو بقى لزوم بقى الدلع كله. هنحط كده مورو، انا كنت فاكرة احطها كده بكيسة زي بتوع الشيلة، بس قلت لا، يعني احنا هنمثل نفتحها كده ونحط الاوريو، وهنحط بقى الهوهوز. قطع كده الهوهوز عامل زي مثلثات كده الشكل الجميل ده. بصوا يا جماعة الشكل النهائي جميل جدا ازاي، مفيش اي تعب ولا اي حاجة، هو بس شوية الخطوة اللي هنعملها بتاعة الاسفنجي، وبعد كده هنسيح الشوكولاتة على البخار، وبعد كده هنحط بقى التشكيلة الجميلة دي. بصي ممكن تحطيها كده برضو، انا محتارة، انا عايزة احطها خلاص. حطينا بقى المولتو، مولتو ايه بس الهوز قطعنا برضو. محتارة يا جماعة، المكان كله اتملى. يلا لقيت مكان اهو. نجيب بقى نوع تاني فنيني بقى وابداعي، وهنا حطينا المارشميلو. بصوا الشكل الجميل ده، الاطفال بتعشق الحاجات دي، يعني انت عامله دوت لاطفالك هتفرحيهم جدا وتسعديهم. بمناسبة بقى اجازة، بمناسبة عيد ميلاد، بمناسبة عاشورة وحلويات عاشورة، ونعمل كده. احنا هنا غيرنا خالص. بدل ما نعمل عاشورة عملنا تورته، بس هو عشان جت بس في عيد ميلاد بنتي حبيت اعمل لها تورته. بس ان شاء الله هعمل لكم حاجات حلوه كتير الفتره الجايه. تابعوني وما تنسوش الاشتراك ولايك وكومنتاتكم، بصراحه بتبسطني جدا وبتسعدني. ربنا يدوم المحبه يا رب. وده الشكل الجميل النهائي بتاعنا. بصوا حلو جدا جدا. ابتكري كده ودلعي اولادك وفرحي اولادك. احلى تورتايه عملناها، شوكولاته وحلويات ومارشميلو اوريو. بصوا نسينا الكابري كانت في التلاجة يا جماعة. طيب نحطها بقى كده ولا نفتحها برضو؟ نفتحها بقى ونحط جزئين كده مكعبين هنا ومكعبين هنا بالشكل ده. احنا زحمناها شوية بس يعني حلوة، حلوة الألوان هتتبسط وتفرح. لو جبتيها من برا والله ما تبقى متكلفة كده خالص. بصوا الشكل جميل ازاي، ايه رأيكم؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مكونش تقيلة على قلوبكم، وتكون خفيفة
ولو لسه مكمل معايا الفيديو لحد الاخر متنسيش بقى تقوليلي ايه تعليقك، اني احلى الشوكولاتة ولا الفاكهة. اشوفكوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.